يا بوبو يا حبيبي عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله بوبو. الدنيا يلا سلام. مش عارف استبحت وش مين النهارده. شكله يوم بايظ من اوله. خمسة وخميس عليا. امسك الخشبه ولا اعمل ايه بالظبط؟ شكلي هموت النهارده. استغفر الله العظيم يا رب اللي ينزلني بس. نازل فيه ايه غلط؟ واحد متضايق. حاجه تقرف. يوم الناس يبصوا في الواحد يعني ده غلط. ايه يا عم الناس بصه ويوم واحد يعملوا حاجه النهارده. السلام عليكم. يا ابني عامل ايه؟ عبدو عامل يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ نور الدنيا. مالك كده حزين ليه؟ يوم وحش والله وحاجات تقرف ونازل ناس. صبحت بوشي واحد. الدنيا عين على الصبح الله يا شيخ. وانت لو تصيح وش حد تعبك ومخانقك وحاسس بالتشاؤم فيه تبدا تاكل كده؟ وهطلع غيري في الاكل نعمل ايه الحاجه الوحيده. يعني انت لما بتشوف حد تتشائم منه بتجري على الاكل؟ عندنا حاجه والله مصيد الواحد. اكتر. صلى على النبي يا حبيبي. السلام. يا حبيبي التشاؤم لا يغير من قدر الله شيئا، ولكن التشاؤم يقدح في العقيدة والإيمان. والتشاؤم ده من الشرك، إنك مثلا تقول خمسة وخميسة، أو تقول صبحت بوشمين النهاردة، أو تقول أمسك الخشب، كأنك تستعين بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل ويكره التشاؤم صلى الله عليه وسلم. الناس زي ما بيقولوا كده تفاءلوا بالخير تجدوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يمنع السيئات إلا الله. فتحت نفسنا على الاكل والله حاجه. إيه ده؟ بتعمل إيه؟ وانا بفرح برضه اكل. لا الاكل ده حاجه لذيذه. هو أنت كل ما بتتشنج مع حد كده وكل ما بتتشائم من حد تبدأ تاكل كده كتير؟ طلع غالي فيه. والله العظيم ده شعور عندي جامد قوي. بص يا عبد الحبيب، واسمع البشرى والهدية من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله جل الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ها يا عبد. لا جامد والله. طب شوية بقى. هات بقى. يا عم ايه يا عم؟ مش شوية لأبوك يعني. بسم الله. لا حلو يا راجل. حلوة؟ طب اتشائم بقى كل يوم بسم لا الله. والله العظيم. عشان تأكلني. عملت ايه يا عم؟ انا واكل نفسي العب. خلاص صبحت مش مني النهارده، هات بقى. يا عم يلا بقى روح. انت عملت الفيديو. أنا حاسس النهارده إن هيجرى لي حاجة أهو بقى. يلا بقى اتكل على الله.